ازيكم؟ مساء الخير، جمعة مبارك على الجميع. الهلال مقديشو، أول مباراة الهلال في سيكافا. خلينا نتكلم عن هدف مقديشو على الهلال والأخطاء من الدفاع في الهلال. خطأ أبو 20 حارس الهلال، هو فاقد الكورة مع ريجيكام ب 4-4-2، بيرفع البلوك، بيعمل ضغط عالي على المنافس، بيحاول انه يعمل ضغط عالي ويستعيد الكورة بشكل سريع جدا، مع انه يفرض فكرة الضغط العكسي زي ما ذكرت لكم. واحدة من افكار ريجيكام يمكن العامل البدني شويه الهلال مكتمل، الحمل اللود العالي على اللعيبه برضه، لكن مع مرور الزمن يمكن يكون الضغط بيكون اشرس من كده، خصوصا لعيبه الوسط. بنشوف ان الهلال بيحاول ينتهج الفكر حق الضغط العكسي والضغط العالي بشكل مباشر جدا. هنا واحده من استعاده الكوره الهلال. البدايه كانت اصلا فارس في مركز غير مركزه، لاعب سنتر باك على الجهه اليسار، يمكن يكون قدم مستوى كويس، لكن الاخطاء برضه يمكن نكون نلومه وما نلومه، لكن كونه انه هو كان حاله اسعافيه بالنسبه للمدرب ولعب في مركز ما مركزه. هلال 4 بيدخل ب 20 من قلب الدفاع، فوفانا كرة المثلث تحت، بينزلوا الثمانيتين في انصاف المساحات تحت، برضه الاصفر بيكون شاد الملعب عبر الممرات الخارجيه. الفكره اصلا في الباص بتاع ابو 20 انه كان الوضعيه الجسديه، البودي اورينتيشن بتاع ابو 20 كانت فيه مشكله. يعني شوف هنا في الصوره في الفيديو بنشوف انه ابو 20 ادى الكره لفارس، لكن ما فتح لنفسه زاويه بتاعت انه يستلم استلام موجه ويقدر يغير اللعب في الجهه الثانيه. فدي واحده من المشاكل اللي عند ابو 20 من فتره طويله جدا، انه ابو 20 ما بيعرف انه يعمل بودي فيت لنفسه، يفتح جسمه كيف يتوقع انه مثلا حيستلم موجه على الجهه الثانيه، على انه ما تكون عرضه للضغط بالنسبه للمنافس وبالنسبه للخصم. هنا طوال ابو 20 الوضعيه الجسديه حقته كانت سيئه جدا، ادت محفز كبير جدا للاعبي مقديشو انه يكون محفز بتاع الضغط، وضغطوا على ابو 20 وقدروا انه يضغطوا على فارس، وقدروا انه يشيلوا الكوره ويحصل من الكوره دي بلنتي على الهلال. فدائما ابو 20 عنده مشكله في انه كيف يوجه جسمه، كيف يكون البودي بتاعه، الوقفه حقته، كيف يتوقع انه الكوره ممكن تجيه، كيف يفتح لنفسه مساحه عشان يقدر يتوقع انه الكوره يستلمها باستلام موجه، استلام انه يوجه الكوره في الجهه الثانيه. فانت حارس دائما بيكون في عمق الملعب، دائما استلام بيكون موجه، استلامه بيكون الوضعيه الجسديه حقتك بتكون كويسه. هنا المحفز بتاع الضغط زي ما قلت لكم كان على ابو 20، بقى 2-2 على فارس على ابو 20. هنا المشاكل بدات تحصل فعلا. ابو 20 كان ممكن يتصرف بكوره طويله، حتى لو طلعتها كورنر، حتى لو طلعتها بعيد، لكن انت في اللحظه دي اتورطت. قراراتك كانت متاخره جدا من ابو 20. القرار المتاخر كان في محفز وراه، ادى لاعبي مقديشو انه هم يضغطوا بشكل عالي على ابو 20، وفعلا ضغطوا. والخطا الثاني اللي كان من عثمان ديوف بعد ما رجع، اللي هو الاندفاع الغير مبرر من عثمان ديوف. صراحه يعني تصرف كان غريب. انت عثمان ديوف اللاعب لو كان سجل هدف ممكن نقول خطا، ما خطا. لو اللاعب شاد الكوره من فريست من فارس تاتش او من لمسه واحده، اوكي بنقول خطا ما خطا. لكن انت برضه يا عثمان ديوف جاي مندفع، لا عملت تمويه ولا عملت مثلا انه انت تدخل بهدوء، ولا عملت انه تدخل وانت قاعد في زاويه التمرير. فدي مشاكل صراحه يعني غريبه جدا من ابو 20، غريبه جدا من عثمان ديوف في الوقفه. شوف هنا ابو 20، شوف الوقفه حقته، الكوره عين فارس، ابو 20 واقف كيف؟ مفترض تعدل وضعيتك الجسديه خلاص، تكون قريب لفارس وتكون قريب لانه انت تستلم موجه عشان تحول الكوره في الجهه الثانيه. لا، انت استلمت وظهرك ما شايف ظهرك ولا عامل سكاننج، بقيت محفز للخصم. عثمان ديوف برضه اندفاع اكثر من لازم، كان ممكن يكون اكثر هدوء. دق السبرنت الاول ما عندي مشكله، لكن بعد السبرنت الاول اهدى شويه، اكفي على اللاعب زاويه الشوط، خلي عندك تمويه على الكوره. بعد ذاك انا متاكد انه كان ممكن تشيل الكوره بشكل افضل. اتمنى انه المشاكل دي المدرب يكون شافها وعارفها ويقدر يعالجها مستقبلا ان شاء الله مع الهلال، لانه الهلال مقبل على مباريات صعبه جدا في دوري الابطال في الموسم ده ان شاء الله.